السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خربشة كورة، والنهاردة هنتكلم على تسلسل مشكلة أحمد رفعت. وكما قال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي، إن أحمد دياب هو من تواصل معنا في كل الأمور الخاصة بأحمد رفعت، مشيرة إلى تشتت رفعت بعد ظهور موضوع التجنيد. وده بقى هنيجي نتكلم عليها بالتفاصيل. ان النهارده مثلا يعني لما خالد الهنائي سأل احمد دياب على مشكلة التجنيد، قال له انا عندي علم بالمشكلة التجنيد بتاعت احمد رفعت. يرجع احمد دياب يقول له لا، الامور تمام واحنا ملتزمين ان اللاعب يطلع معاكم باوراق رسمية. طب ازاي هتطلع اللاعب باوراق رسمية وهو عليه واجب وطني؟ وده كل الوطن لازما بيعمله. دي واحدة. تاني حاجة، النهاردة لما يجي طلع الراجل ده يقول ان سفر احمد رفعت لليبيريا وخروجه من مصر لتسهيل مهمة انتقال لنادي الوحدة الاماراتي، بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان الراجل المفروض يطلع، هو راجل عنده عقد فعلا وخلاص مضيته العقود، ان الراجل ده يسافر من مصر من نادي فيوتشر لنادي الوحدة الإماراتي لمدة سنة تعاقد إعارة مع حقية الشراء. ده اللي اتمضى بين نادي الوحدة الإماراتي ونادي مودرن فيوتشر. يجي بعد كده لما يجوا يجيبوا من القرار اللي طالع من الشباب والرياضة نادي الوحدة الإماراتي، يلاقوا إن اللاعب طالع 3 شهور معايشة. إزاي؟ طب وهل ده هي مشكلة فين؟ مشكلة عملها نادي فيوتشر، كنادي فيوتشر عملها اللعيب وخلى اللعيب بعد ما اللعيب لعب واتقال له العب، لا ما تلعبش. لما احمد دياب يجي رايح متصل بخالد الهنائي ويقول له ما ينفعش احمد رفعت يلعب معاكم دلوقتي، يعني ما ينفعش يلعب احمد رفعت ويشارك في الفريق الان، لان حته هنا اتقالت يعني دي برضك عليها علامة استفهام. لما انت رئيس نادي وعامل كده، ازاي تقول لرئيس نادي او عضو منتدب مدير تنفيذي لنادي وحدة الاماراتي تقول له ان ما ينفعش احمد رفعت يشارك مع الفريق لان الجماعة هنا لابد ان احصل منهم على تصريح وانا لا اعرف من هم الجماعة. لما خالد الهنا يقول لك كده، يعني مين هم الجماعة؟ بأنه منطق بتقول الكلام اللي انت قلته ده؟ وفي مشكلة هنا نحاول نحلها الأول. فكان المنطق الطبيعي ان الراجل يرد عليه ويقول له لا يا حبيبي، انا دفعت الفلوس للنادي، فلوس الصفقة كاملة ودخلت حساب النادي، وفعلا اللاعب لعب وجاب جون وعمل جون وصنع الجون وكان متألق في بداية مشواره، لدرجة ان هم هناك سموه الفرعون المصري وحبته جماهير النادي الوحدة الاماراتي. لكن نيجي هنا بقى للبداية صدمة احمد رفعت. بداية صدمة احمد رفعت لما يجيله تليفون ويقول له ان الوحدة بتاعتك طلباك وانت متغيب وهربان من الخدمة العسكرية. هنا بقى نقف. ديت كانت مشكلة مين؟ انهيار اللعيب وبداية انهيار اللعيب كانت هنا، ودي لازما الكل يتحاسب عليها. ان قهر الرجال شيء ما يعرفوش الا البني ادم اللي انقهر في حياته. فازاي تخلي لعيب يبقى عايش خايف؟ ازاي بعد ما ينفسخ العقد بتاعه خايف يرجع لوطنه انه يتحبس؟ بأنه منطق وأنه عقلانية
يقول اللي عمل نادي فيوتشر ايا كان المسؤول في حق اللاعب ده لازما يتحاسب فيه. لما لاعب يبقى خايف يرجع بلده عشان هو ما عملش غلط وخايف يتعاقب على حاجة غيره حطه فيه، بأنه منطق بيقول ان راجل زي ده يتعب وما يقدرش يقول اللي اتعمل فيه عشان ملوش ظهر؟ اتمنى ان احنا نعرف اجابة قريب في الموضوع ده، واتمنى يكون الحلقة تكون خفيفة عليكم، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة من خربشة كورة، وشكرا لحضراتكم.